تخيل معايا كده لما يكون في راجل لما يمشي في الشارع الشيطان نفسه بيغير طريقه. راجل هيبته كانت بتخوف قبل ما يتكلم. مش هنحكي النهارده عن حاكم وخلاص ولا عن صحابي والسلام، احنا النهارده داخلين على قصة انسان قلبه اتكسر فاتغير فغير تاريخ امة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمود ودي قناتي، ولو أنت جديد على القناة دي فإحنا بناخد منها عبر وبنفصل شوية مع ربنا، فلو حابب تفصل معانا اشترك معانا في القناة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتولد في مكة في بيئة صعبة وقاسية، اتربى على الشدة وعلى إن الرجولة قوة وسيطرة. كان طويل وقوي وصوته عالي وجهور، وكانت شخصيته حادة مع الناس، وكان من الناس اللي لما بيتكلم الكل بيسكت. قريش كانت معتمدة عليه، كان بيعرف يفاوض ويجادل. علشان كده لما ظهر الإسلام سيدنا عمر شافه خطر، علشان شايف إنه هيكسر النظام اللي هو مؤمن بيه، وكان مقتنع إن اللي هو بيعمله هو الصح. يوم خلاص سيدنا عمر فاض بيه، خرج من بيته غضبان غضب مش عادي، شايف ان الاسلام فرق بين الناس وخلى الابن يسيب ابوه والزوجه تخالف زوجها، وطبعا كان شايف ان ده خطر على قريش وعلى اللي هو اتربى عليه. وقرر القرار الاخطر في حياته ان هو يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق وشايل سيفه يقابله واحد من قريش يشوف الشر في عينيه ويساله: انت رايح فين يا عمر؟ سيدنا عمر رضي الله عنه قال له: انا رايح اقتل محمد. الراجل هنا اتصدم وحاول يوقفه ويقول له: طيب ما تبدا بنفسك الاول، اختك وزوجها اسلموا. الكلمه دي نزلت على سيدنا عمر زي الصاعقه، ان خلاص بقى التفرقه اللي هو بيتكلم عنها دي دخلت جوه بيته. الغضب زاد وغير اتجاهه لبيت اخته فاطمه بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد رضي الله عنهم. يخبط الباب بعنف. في اللحظه دي كان عندهم خباب بن الارث كان بيقرا عليهم القران. اول ما سمعوا صوت عمر بره البيت اترعبوا، وخباب دخل يستخبى، والصحيفه اللي فيها القران خبوها. عمر دخل البيت وقعد يدور: انا كنت سامع صوت، ايه اللي انتوا كنتوا بتقروه؟ حاولوا يخبوا، بس سيدنا عمر كان ذكي جدا، مسك سعيد بن زيد رضي الله عنه وقعد يضرب فيه، واخته تدخلت علشان تحاول تحوش، ضربها هي كمان. هنا حصلت اللحظه الفارقه. اخته بعد ما خدت الضربه قالت له بكل ثبات: ايوه احنا اسلمنا وامنا بالله ورسوله، واعمل بقى خلاص اللي انت عايزه. الجمله دي كسرت حاجه جوه عمر. اول مره يشوف حد قدامه مش خايف منه، اول مره يحس ان قوته مش جايبه نتيجه. يبص على الدم في وش اخته وصوته يوطى ويقول لهم: هاتوا اللي كنتوا بتقروه. اخته قالت له: لا يمسه الا المطهرون، لازم تغتسل الاول. تخيل معايا سيدنا عمر بكل جبروته دخل يغتسل ويرجع ويمسك الصحيفه ويبدا يقرا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان بيقرأ الآيات والكلمات بتدخل في قلبه مش في ودانه. قعد يقرأ ويقرأ ويقرأ. اللحظة دي خباب طلع من مخبأه وقال له: يا عمر إني لأرجو أن تكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لك. ساعتها سيدنا عمر يرفع رأسه ويقول: دلوني على محمد. مش بس اقتنع، ده خد القرار خلاص. ومن البيت ده خرج سيدنا عمر بن الخطاب مش نفس الشخص اللي دخل. خرج قلبه مفتوح وقوته متطهرة، والغضب اللي هو كان داخل بيه اتحول لنصرة الحق. من اللحظة دي سيدنا عمر عرف إن هو ده الحق، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه. ومن اول يوم سيدنا عمر ما كانش مسلم عادي، اسلامه كان قوه للاسلام كله، وكان السبب في اول صلاه علنيه، اول مواجهه من غير خوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف سيدنا عمر كويس جدا، وقال عنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. سيدنا عمر كان قوي بس مطيع لله ورسوله، كان صارم بس عادل، بيخاف من ربنا وما بيخافش من الناس. يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الارض اتهزت، المدينه كلها دخلت في صدمه. الصحابه ما كانوش مصدقين ان النبي اللي كان عايش معاهم ده خلاص فارق الدنيا. سيدنا عمر رضي الله عنه رغم قوته وثباته وقف في المسجد وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وسوف يعود. وكان بيهدد أي حد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ده مش إنكار لأي حاجة، ولكن كان حب وصدمة وعدم القدرة على التصديق. ما كانش قادر يصدق لحد اللحظة اللي خرج فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال: على رسلك يا عمر. والتفت للناس وقال لهم الكلمات الخالدة: ألا إن كان يعبد محمدا فمحمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فالله حي لا يموت. وبعدين قال قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من اللحظة اللي صدق فيها سيدنا عمر رضي الله عنه. بعدين سيدنا عمر قال بعدها: والله ما إن سمعت أبا بكر يتلوها عرفت أنها الحق كأنما أسمعها لأول مرة، فخررت إلى الأرض وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. الموقف ده علم الأمة كلها قبل ما يعلم سيدنا عمر إن الدين مش قائم على أشخاص، إن أشرف الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه عبد لله، إن الرسالة هتفضل باقية حتى لو غاب حاملها. علشان كده الإسلام ما انهارش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس ده ثبت وكمل وانتشر. ولما سيدنا عمر رضي الله عنه بقى الخليفة بقى بيحكم نص العالم، بس ولا مرة حس إنه أحسن من الناس. كان بيلبس زيهم وبيعيش زيهم وبيحاسب نفسه قبل أي حد. كان بيقول كلمته الشهيرة: لو بغلة تعثرت في العراق خفت أن يسأل عنها عمر.
فاهم ان الحكم مسؤوليه مش تشريف. في ليله من الليالي سيدنا عمر رضي الله عنه خرج كعادته يتفقد احوال الناس نفسه كده من غير حرس ولا موكب ولا اي حاجه، علشان يشوف في حد في المدينه محتاج او مظلوم. شاف ست قاعده مع عيالها ومولعه نار، والعيال بيعيطوا جدا، ما بيعيطوا من الجوع، وهي كانت عامله نفسها بتطبخ علشان يسكتوا ويناموا. لما سالها مالك يا امه الله، قالت له الجوع والله بيننا وبين عمر. هي ما كانتش تعرف ان ده سيدنا عمر. اول ما سمع الكلام ده قلبه اتوجع جدا. قال لها رحمك الله، وما شأن عمر بكم؟ قالت له يتولى امرنا ثم يغفل عنا. سيدنا عمر رضي الله عنه فكر وحس ان الست عندها حق وفعلا محتاجه اكل. سابها وجري على بيت مال المسلمين، شال كيس دقيق وكيس سمن بنفسه، شالهم على كتفه وخرج بيهم. الصحابي اللي كان معاه كان بيقول له احمل عنك يا امير المؤمنين، وهنا قال له جمله عظيمه، قال له اتحمل عني وزري يوم القيامه. طب هو ليه رفض الراجل يساعده؟ علشان هو شايف ان المسؤوليه مسؤوليته هو الحاكم، ولو حد جاع يبقى تقصير منه هو. مش بس عايز يحل المشكله، ده عايز يتحملها بقلبه وبجسده قدام ربنا. الاعظم من كده كمان انه رجع للست وطبخ الاكل بايده، وقعد مستني لحد ما شاف الاولاد بتضحك وشبعانين، وبعد ما مشي قال كنت اسمع بكائهم فاحببت الا انصرف حتى اسمع ضحكهم. الموقف ده بيعلمنا ان الحاكم الحقيقي بيحاسب نفسه قبل ما يحاسب اي حد، وان المسؤوليه مش منصب، المسؤوليه امانه قدام ربنا، وان العدل فعل وتعب وتحمل. في يوم من الايام بيحصل مشهد صعب جدا. سيدنا عمر رضي الله عنه اتطعن وهو بيصلي من ظهره، وساب الدنيا وهو ثابت، ودعائه كان اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك. واتحققت الدعوة ومات سيدنا عمر بن الخطاب، وعلمنا حاجات كتير قوي. ان القوة الحقيقية مش في الشدة ولكن في الحق، وان القائد الحقيقي بيحاسب نفسه قبل غيره، وان التواضع هي اعلى درجات العظمة، وان العدل فعل مش شعار، ان الايمان الحقيقي بيبان وقت الشدة، ان الدين رسالة باقية، والمسؤولية حساب كبير قدام ربنا. قناة هنا مش حكايات وخلاص، دي وقفات بنفهم بيها نفسنا وبنقرب بيها من ربنا. لو حابب تكون معانا اشترك في القناة وفعل الجرس علشان مفيش حاجة تفوتك ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.